دكتور، أنا عايزة أعمل شفط دهون. يا دكتور لأ، أنا عايزة أعمل شد جراحي للبطن. طب إيه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ إمتى أعمل كده وإمتى أعمل كده؟ أنا دكتور أحمد الأدور، استشاري جراحات التجميل. في الفيديو ده هنوضح لكم الفرق ما بين شفط الدهون وشد البطن. مبدئيا إحنا بنعتمد على عوامل كتير علشان نقدر نقول أنت هتعملي شد ولا شفط. مثال، جات لي عيانة في العيادة، سن كام؟ 40 سنة، في حمل أو ولادات متكررة. الحمل والولادات كان طبيعي. بالفحص أو بالكلينيكال اكزامينيشن في دهون موجودة أسفل البطن وأسفل الظهر وعلى الأجناب. السكين كواليتي كويس جدا، الجلد مشدود، مفيش أي ستريتش ماركس أو علامات تمدد في الجلد. الدهون الحشوية تكاد تكون مش موجودة. عضلات البطن قوية مشدودة، مفيش فيها انفصال. حضرتك محتاجة كده عملية شفط دهون، مجرد بس إن احنا ندخل نعمل شفط للدهون الموجودة في الأماكن اللي مضايقاكي. عيانة زيها، عندك كام سنة؟ 40 سنة، في حمل وولادات متكررة قيصري، في ترهلات عنيفة في الجلد، في علامات تمدد في الجلد ستريتش ماركس، في دهون كتيرة موضعية في البطن أسفل الظهر وفي الأجناب، في دهون داخلية أو دهون حشوية. عضلات البطن ضعيفة جدا، وفي انفصال عندنا في العضلات بعاد عن بعض. لا، حضرتك كده محتاج ان احنا ندخل نقص ونشد الترهلات بتاع الجلد دي ونشفط الدهون ونعمل اصلاح لعضلات جدار البطن. وهو الفرق ما بين الشد والشفط على حسب كل كلاينت بيشتكي من ايه، على حسب الحالة الصحية وعلى حسب انا عندي ايه بالظبط. وانس ان في ترهل في الجلد عندي يبقى لازم شد. الدنيا كويسة، الجلد مشدود، مجرد تكتلات دهنية، يبقى ساعتها بنعمل شد. ابعت لنا المشكلة اللي عندك ايه علشان نقدر نساعدك فيها، اذا كنت حضرتك محتاجة شد او شفط، على رسائل الصفحة او على ارقام التواصل.